السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم رجاء، ودائما مع وصفات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله غنتقاسم معكم واحد الفطائر ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا. المقادير ديالهم اقتصادية واللذة ديالهم ما نعاودش لكم عليها. كنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى للأخير باش ما تفوتكم فيه حتى حاجة. إلا عجبكم خليو لي لايك، قولوها لي في التعاليق وبارطاجيوه باش تعمل فائدة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وبسم الله نبداو على بركة الله. اول حاجه كنحتاجو ملعقه واحده ديال السكر. ممكن تضيفوا لي اكثر، ولكن يعني السكر ديالهم كيجي هو هذاك. غادي نضيفوا ايضا واحد الخنيشه ديال الفاني اولا ملعقه كبيره ديال سكر فانيلا. غادي نضيفوا ليهم كاس ديال الحليب اللي يكون دافي بعبار كاس العنبه ما يعادل 120 مليلتر. وغادي نضيفوا ايضا ملعقه ممسوحه ديال خميره الخبز او خميره الحبيبات، تكون ممسوحه ما تكونش ممتلئه، لانه دابا الحال سخون دغيا دغيا كيختمروا. هنا غادي نغطي عليهم ونخليهم تقريبا غير واحد 3 دقائق على بال ما تفاعلت ليا الخميره في الحليب كيف ما قلت لكم يكون دافي واحد شويه. وهنا غادي نضيف بيضه واحده اللي تكون بحراره المطبخ، وغنضيف ايضا واحد 4 معالق كبار ديال زيت المائده، تقريبا ربع كأس أو ما يعادل 50 مليلتر. صافي. وغادي نضيفو ربع ملعقة ديال الملح. غادي نخلطو هاد المكونات كاملة مع بعضياتها مزيان حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم. وعاد غادي نبداو نضيفو في الدقيق. كيف ما كتشوفوا المقادير ديالهم ساهله ودغيا دغيا كتوجد، ما كتحتاج معنا حتى شي مجهود. هنا ضفت 2 كيسان ممتلئين جيدا بعبار كاس العنبه. بالنسبه لهذا الخليط راه كيهز معايا 3 الكيسان، حتى 3 الكيسان وربع ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات. هنا غادي ندخلوا هذوك 2 كيسان ديال الدقيق مزيان بالطراب اليدوي حتى كيبان ليا الخليط كامل انسجم وصبح على هذا الشكل هذا. والدقيق ضروري ولازم اننا نغربلوه كيف ما كتشوفوا. في هذا الاثناء غادي نحيدوا الطراب اليدوي وغنكملوا باقي المراحل غير باليد ديالنا. هنا غادي نضيف الكأس الثالث، وكيف ما عودتكم دائما كنعبر معاكم كاس العنبه بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان، واكيد غنخلي لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. هنا من بعد ما غربلت الكاس الثالث غنبدا نجمع الخليط غير بيديا حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون ماشي مرخوفه بزاف وما تكونش ثقيله تاني. هنا كيف ما كتشوفوا راها باقا مطلوقه. حتى نتوما ديروا 3 الكيسان ودخلوا الدقيق، حيت كل نوعيه كتختلف من دقيق لاخر. المهم انه يكون دقيق سبيسيال اولا من النوعيه الجيده.